ازيكم؟ النهارده هعمل حواوشي بالعيش البلدي وسلطة الطحينة. يا جماعة شايفين شكله خطير ازاي؟ حقيقي ريحته تحفة، والله مش بجامل نفسي بس هو فعلا ريحته تحفة. أم، يلا بينا نبدأ الفيديو. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو ده لو عجبكم. بسم الله. اول حاجة معايا لحمة مفرومة حوالي نص كيلو كده ولا حاجة، كيس خلطة حواوشي، في توابل بحط فلفل اسود وملح وبابريكا بس، ومعايا بصل مفروم. هقلبهم كويس جدا 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 مع بعض لحد ما يبقوا كيان واحد كده، حاجة واحدة. هقلبهم وارجع لكم تاني. بعد ما قلبت المكونات كلها مع بعض بجيب العيش اللي عندي، ده عيش بلدي عادي يا جماعة، بفتحه كويس قوي كده. جماعة انا بفتح العيش بسيب حتة بسيطة جدا فيه مش مفتوحة، بفرد عليه اللحمة. بفردها كويس جدا عشان تبقى طبقة رفيعة جدا، عشان تستوي يعني معايا. بعد ما بفرد اللحمة في العيش بغطي العيش كويس قوي، بدوس عليه، بعدين بغطيه بورق فويل وبدخله الفرن. انا بكون مسخنه الفرن قبلها بشويه، بسيب الحواوشي 16 دقيقه في الفرن. بعد كده بشيل ورق الفويل، وبعدين بدخله تاني عشان ياخد وش كده، وبقلبه الناحيه التانية لما الوش بيتحمر. بس كده شايفين شكله حلو ازاي. يلا بقى بينا نعمل سلطه الطحينه. اول حاجه بحط كوبايه ميه سخنه على الطحينه، وبحط فلفل اسود وملح وكمون وثوم وخل، بس مش بحط حاجة تاني. بقلبهم مع بعض كده، وبعدين بحطها في التلاجة لحد ما تتقل شوية وبس، وبالهنا والشفا. وده شكلها بعد ما قلبتها كويس مع المكونات. هحطها في التلاجة بقى، وهطلعها بعد ربع ساعة مثلا وبس. وده شكل الأكل في النهاية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. باي باي.